مرحبا بكم في قناة نيوز لاين آر، القناة التي تنقل لكم الأحداث الرياضية بصوت الحقيقة وبنبض الجماهير. اليوم لدينا فيديو لن تشاهده عادي. اليوم سنجيب عن أهم الأسئلة التي تشغل عشاق كرة القدم بعد فوز المنتخب الجزائري على المنتخب السعودي بنتيجة 2-0. 1. ما هي ردود فعل الجماهير الجزائرية بعد الفوز؟ 2. كيف كان شعور الجمهور السعودي والمحللين بعد الخسارة؟ 3. ما هو الجدر الكبير الذي أشعل مواقع التواصل قبل وبعد المباراة؟ 4. ماذا قالت وسائل الإعلام الدولية عن هذه المواجهة؟ 5. وما هي الرسالة الحقيقية التي يرسلها هذا الفوز للمنتخب الجزائري والسعودي؟ إذا كنت تريد الإجابات على كل هذه الأسئلة وأكثر، فاضغط الآن على زر الاشتراك ودعنا نبدأ. المشهد الأول: الصافرة والانفجار الجزائري. مع صافرة النهاية انطلقت موجة فرح عارمة في الشارع الجزائري. الجماهير لم ترى مجرد فوزا ودي، بل رسالة قوية. المنتخب عاد، الروح رجعت، والجزائر قادرة على ضرب أي خصم. التعليقات الأولى على منصات التواصل كانت نارية. أخيرا نشوف منتخب مركز ويعرف واش يديه. الأداء دفاعيا كان رائع، والهجوم يضرب في الوقت الصح. هذا هو المنتخب اللي كنا نستناه فيه. الجماهير لم تتحدث عن النتيجة فقط، بل عن الهدوء، الصلابة والثقة. المشهد الثاني: ردود فعل السعودية. صدمة وواقعية. على الجانب السعودي كانت الصدمة واضحة. محللون قالوا إن الخسارة أمام منتخب من شمال إفريقيا كان اختبارا صعبا لكنه مهم. الجمهور السعودي كتب: الخسارة مؤلمة، لكن لازم نكون واقعيين. المباراة كشفت نقاط الضعف، ولازم إصلاحات قبل البطولات القادمة. المنتخب السعودي كان أقوى بدنيا وذهنيا. تفاعل كبير، آراء قوية، لكن كلها اتفقت على شيء واحد: الخسارة ليست نهاية الطريق، بل بداية مراجعة. المشهد الثالث: الجدل الكبير. تصريحات الصحفي السعودي. وهنا تبدأ الإثارة. قبل المباراة ضجت مواقع التواصل بمقطع صوتي منسوب لأحد الإعلاميين السعوديين قيل إنه يقلل من قيمة المنتخب الجزائري. لكن المفاجأة: الصحفي خرج بعد المباراة مباشرة ونفى كل ما نشر، مؤكدا: لم أقل أبدا إن المنتخب الجزائري غير مناسب للمواجهة، التسجيل مفربك. هذا التصريح أشعل مواقع التواصل من جديد. الجمهور الجزائري قال: حتى لو ما قالهاش، الرد كان فوق الميدان. الجزائر ما تحتاجش لكلام، جوابنا دايما بالأداء. بينما بعض السعوديين كتبوا: الفتنة واضحة، خلوا الرياضة رياضة. المفروض التركيز يكون على المنتخب مش على الأصوات التافهة. وهكذا تحولت المباراة من مجرد لقاء إلى حرب تصريحات. المشهد الرابع: الإعلام الدولي يدخل على الخط. مواقع رياضية عربية وأجنبية تحدثت عن المباراة وأجمعت على نقطة مهمة: الجزائر أظهرت انضباطا عاليا، والسعودية بحاجة لإعادة البناء. تقارير كتبت: الفوز يمنح الجزائر دفعة معنوية كبيرة. المباراة اختبار قاس على السعودية، لكنه مهم قبل المنافسات الرسمية. وهذا تحديدا ما أعطى المباراة وزنا أكبر مما توقع الجميع. المشهد الخامس: ماذا يعني هذا الفوز؟ فوز 2-0 في مباراة ودية صحيح، لكن الرسائل كانت أبعد بكثير. للجزائر: عودة الروح، انسجام واضح، دفاع صلب، هجوم فعال، منتخب قادر على استرجاع هويته. للسعودية: الوقت ما زال موجودا، الأخطاء واضحة ويمكن إصلاحها. المنتخب يحتاج ثقة وتوازن قبل البطولات الكبرى. المشهد الختامي: ماذا ينتظرنا؟ الجماهير الآن لا تتحدث عن المباراة فقط، بل تتساءل: هل هذا هو وجه المنتخب الجزائري الحقيقي؟ هل سنرى عودة قوية في الاستحقاقات القادمة؟ وكيف سترد السعودية في المباراة المقبلة؟
كل الإجابات سنقدمها لكم في الفيديوهات القادمة على قناة نيوزلاين آر، فلا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس، لأن القادم سيكون أكثر سخونة وأكثر تفاصيل وأكثر مصداقية. كان معكم نيوزلاين آر، نلقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.